تقع مدينة طنطان جنوب العاصمة الرباط بحوالي 920 كيلومتر، وشمال مدينة العيون ب310 كيلومتر. وهي كحاضرة متميزة ضمن جهة إقليم السمارة، تعتبر عاصمة الإقليم الذي تمتد مساحته على ما يقارب 17300 كيلومتر مربع، ويبلغ تعداد ساكنته ما يربو على 70,000 نسمة. تتوفر المدينة على كافة البنيات التحتية والخدمات، سواء على المستوى الاقتصادي، حيث تتوفر المدينة على ميناء متميز يستجيب للمعايير الدولية، أنشئ سنة 1982 ويعد من أهم موانئ الصيد بالمملكة. وككل المدن الحيوية، تتوفر المدينة على مطار هام يربطها بالخارج، ومهيئ لاستقبال جميع أنواع الطائرات، ومرفق ببنيات سياحية معتبرة من بينها الفنادق. ويزخر الإقليم بمؤهلات سياحية جد هامة استقطبت رساميل لإنجاز مشاريع عملاقة كمصب وادي الشبيكة، ومصب واد أم فاطمة، ووادي درعا، والوادي الواعر، ومناطق أخرى تأخذ الألباب كبو المغاير، أم النبب، المسيد، وواحة وين مذكور. كل هذه المؤهلات يمتزج فيها دفء الشواطئ بطبيعة الصحراء ليشكل بانوراما ساحرة. ومن يعرف مدينة طنطان كحاضرة لا يجهل أنها استقرت داخل محيط بدوي لا زال يحافظ على موروثه الثقافي كصناعة الخيمة والمصنوعة الجلدية والفروسية وركوب الإبل. ساحة السلم والتسامح مركز الموسم. بدأ المشاركون في التقاطر سواء لنصب خيامهم وتأثيثها للظهور بأبهى حلة، أو لعرض منتجاتهم الحرفية التقليدية. وتكاثفت جهود العمال في حماس ملحوظ، مستخدمين سواعدهم لنصب الأعلام أو لرفع الصور الملكية. وغير بعيد من المدينة وفي أجواء يسودها الانضباط، يستعد الهجان كل يوم على لوحات سيتم تقديمها في العرض، وإن كانوا قد تدربوا على ذلك طيلة العام، لكنهم لا يألون جهدا في ذلك. كما انخرطت رائدات التعاون الوطني هن الأخريات في الاستعدادات، حيث كان العمل على لوحة فنية تجسد حياة الإنسان الصحراوي انطلاقا من مراحل صنع الخيمة
بدءا من معالجة الشعر عن طريق ضربه بالمطرق، ثم الترشيل وهي عملية تهدف إلى فصل الشعر بعضه عن بعض. ويلي ذلك الغزل ثم البريم، حيث يتحول الشعر المنفوش إلى خيوط. بعد ذلك يسد، أي توضع خيوط الشعر جنبا إلى جنب بشكل طولي، ثم ينتز باستعمال السوسية والمدرة. وبعد أن يكتمل الفليج ويسير قطعة مستطيلة من الشعر المنسوج والمتماسك، وفي الأخير تجمع الفلجة عن طريق الجبر والشل لكي تصبح خيمة جاهزة. وبنفس الحماس وإن كان مصحوبا بالبراءة، يستعد أطفال المدارس ومؤطريهم على لوحات فنية وأغاني متميزة باللباس التقليدي المميز لكل منطقة، كسوس والمنطقة الوسطى، منطقة الشمال أو زي المنطقة المحلية، يحاولون بذلك إبراز غنى وتنوع الثقافات في المملكة. وفي يوم الكرنفال وأمام المنصة الشرفية التي ضمت عامل إقليم طنطان والأميرة كارينا وسفير النوايا الحسنة السيد كيتين مونيوس، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مهمة. مر استعراض الكرنفال فسيفساء ألوان تشكل لوحة متناسقة تعكس الكثير من عادات البدو، بالإضافة لفرق فولكلورية مثلت جل مناطق المملكة، أضفت البهجة والسرور على الحضور. وها هي طلائع المستقبل تحمل حمائم السلم وتردد شعارات التسامح بألوان العلم المغربي، وقلوب الأطفال تهتف بحب الوطن. لست تلقى كالمغرب الفد أرضا، ولو استزت الأرض طولا وعرضا. لكل العالم انقل رسالة سلم وتسامح من أرض التسامح، طنطان المغربية. وقام وفد رسمي يرأسه عامل الإقليم بزيارة المعارض المصاحبة للموسم، اطلع من خلالها على إنتاجات الجمعيات والتعاونيات المحلية.
وقام كذلك بزيارة للخيام في ساحة العرض، حيث نصبت أزيد من 600 خيمة في جنبات الساحة. وكان هذه المرة مصحوبا بملك بلغاريا السابق ووزيرة الثقافة وبعض السفراء المعتمدين بالمملكة وعدة شخصيات هامة. ولأنه موسم ثقافي فلم يغب عن المنظمين تنظيم ندوات فكرية عرفت هي الأخرى حضورا وازنا، حيث تم عرض صور لأدوات تقليدية ونقوشات صخرية لما قبل التاريخ، تخللتها نقاشات وعروض خرجت بخلاصات من بينها إنشاء متحف إثنوغرافي للحفاظ على هذا الموروث. وعلى بعد 5 كيلومترات جنوب الشرق مدينة طنطان كانت الانطلاقة بحفل ديني من ضريح الولي الصالح الشيخ محمد لغضف، حيث كان القائمون على الزاوية في استقبال الوفد الرسمي الذي ضم شخصيات مدنية وسياسية وعسكرية مهمة. وكانت البداية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بعدها استمع الوفد والضيوف إلى شروحات من القيمين على الزاوية حول تاريخ المجار وعلاقته بالزاوية، وكذا إشعاع الولي الصالح أثناء حياته وبعدها سواء في المنطقة أو في الجنوب عموما. للمرة الخامسة نأتي إلى مدينة طنطان وإلى موسم طنطان لنجدد اللقاء ونمنح لأنفسنا ولثقافتنا ولموروثنا ولبلادنا فرصة جديدة من التجدد والانفتاح والتواصل الإنساني الرفيع. بهذه الكلمات لوزيرة الثقافة تم افتتاح الحفل الرسمي بحضور شخصيات هامة، أخذ البعض منهم مداخلات تقديمية كسفير النوايا الحسنة السيد كيتين مونيوس. Su variada riqueza cultural ha merecido que la UNESCO declare numerosas obras Patrimonio de la Humanidad. ولأنه يعد تجمعا كبيرا للجمال، قامت فرقة محلية من الهجانة بعرض لوحات فنية غاية في الدقة والتنظيم المحكم والانضباط. حركات مدروسة وموجهة من طرف قائد على الأرض، وهي بالفعل حركات صعبة التطبيق في الحالات العادية كحركة الرجوع إلى الخلف هذه.
والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. وقيل فيها الكثير، إنها الخيل وهي مكمن العزة والكرامة بالنسبة للمسلمين والعرب، ولأنها كذلك حضرت من مختلف جهات المملكة تقريبا حوالي 15 صاغة من الخيل، وقدمت لوحات رائعة تذكر بالأيام الخوالي. بنادق تقليدية وروائح البارود تملأ المكان. كما عرف الموسم مشاركة فتيان صغار لا تنقصهم الخبرة في امتطاء صهوات الجياد. يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل، درير كالخضروف الوليد أمره، تتابع كفيه بخيط موصل. وفي دفء شعلتين عملاقتين من نار وتحت خيمة تقليدية جسدت بالفعل ليالي البادية، كان الشعر حاضرا بحضور الشعراء. خبر الجمل هذا الشوط من اشواط وقد تقطعهم وفات من الفوكار وبارتباط. عيل مغلين سبب اللي يسبب معي من الامور التكل لا يحل كون الواعد مولانا. وحاشا سؤاله ما امتل منه ما قد خطانا معطى مولانا ذاك باللي عانى ما تحانى والتكر الخاطي زل ما هو زين وخيانة لله لا سولت ذا الخاطي مولانا. شعراء كبار سواء من المغرب أو موريتانيا وبمصاحبة فرقة موسيقية لاقى الشعر والزاي تجاوب الحضور. شاطئ بحر الحب حاء وباء بين هذا وذاك سر فضاء بين ذين الحرفين فاضت حروف ودموع وأنفس ودماء بين ذين الحرفين رحلة توق خائضها العشاق والأولياء. أقيمت بالموازاة مع أيام الموسم عدة سهرات فنية في أماكن متفرقة من المدينة، شاركت فيها فرق أجنبية من لبنان وموريتانيا والسنغال، وفرق مغربية ومحلية استقطبت بشكل كبير الساكنة المحلية.
تحت هذه الخيام نظم حفل عشاء وسهرات فنية على شرف الوفود الأجنبية والشخصيات البارزة في عالم الفن والثقافة والاقتصاد. تخللته لوحات فولكلورية بفرق أجنبية من موريتانيا ولبنان والسنغال، وكذا فرق محلية.